قبل ما نبدأ الفيديو صلوا على النبي، ياريت تعملوا لايك وسبسكرايب وتعملوا فولو انستا، سيبلكوا اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس او في اول تعليق مثبت. بس كده. طبعا اول حاجه انا رطبت بشرتي بستيفز مسطحه عادي جدا، منضفتش تحتيهم خالص. انا منضف معاكم. طبعا محدش يعمل بالطريقه دي، اعملوها بفرشه لان مش هتعرفوا. يعني ان طبعا لو انتم مبتدئين او الكلام ده مش هتعرفوا تظبطوا الدنيا. انا بعرف اظبط الدنيا، فبالتالي انا عملت كده. لو انتوا طبعا عايزين تعملوا كده جربوا عادي مش تخسروا حاجة، بس ده في وقت لما تكونوا فيه بتتعلموا، مش نازلين مثلا او مش نازلين سواء رايحين فرح او كده تتعلموا. لا، اتعلموا في البيت وبعد كده جربوا اعملوا بعدين وانتوا خارجين وانتوا عاملين، عشان لما تيجوا تستسهلوا زي كده. بس حطيت الكونسيلر. انا استخدمت الكونسيلر كله على بشرتي النهارده وتحت عينيا كل حاجة، عشان انا عايزة الكفر يكون حلو في نفس الوقت مش عايزة كمية كبيرة على بشرتي. تمام كده. بدمج كل اللي على بشرتي وبعدين بحط لون روش كده على بينك، شوية بينك في وشي كده، ومدي على لون بني، هو مخلوط ببني ببينك كده فمدي لون نوت بينك كده، فاهمين قصدي؟ بصوا بقى، دمجتهم طبعا بالفرشة الاول الكابوكي عشان بحبها جدا، بعد كده بالسبونج بقى اخليهم كلهم مية واحدة. التكنيك ده بقى يا جماعة محدش هيقولكوا عليه، تكنيك حلو جدا 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 فوق ما تتخيلوا. طبعا انا بحط البلاشر اللي انا عايزة احطه وتمام تمام. فوق البلاشر الكريمي حطيت البلاشر البودر، وبدمج على خفيف كده، مش بتقل عشان ما يمسحش كل حاجة وما يبوظليش الدنيا. تمام. جبت كمان اللون الغامق في نفس البالت، وبصوا بدمج على خفيف، على الهوا على الهوا، اقسم بالله على الهوا، عشان بس ايه محدش يقول لي النتيجة دي مش حلوة او النتيجة طلعت مش حلوة معايا وان انا كدابة وكده. زي ما انتوا شايفين كده انا مثبتش بلوس باودر او اي حاجة، وش اهو زي ما انتوا شايفين زيتي. حطيت هايلايتر بنفس الطريقة بنفس التكنيك وانا مثبتش كل ده بشرتي. بنفس التكنيك حطيت الهايلايتر الباودر وحطيت البلاشر وحطيت درجة غامقة كده بلاشر مدية على نود كده، حطيتها ككونتور عشان انا مش عايزة احط كونتور ومش عايزة يبقى بشرتي لونها حاد. انا عايزة يبقى الوش كيوت، مش عايزة الشكل يعني في كونتور اوفر. انا الصراحة الكونتور بحسه مش بيليق عليا قوي. خدت لون بني من الاي شادو وحطيته كده عند النوز بالشكل ده، حددت بيه. انا طبعا انا بحس ان انا درجة بشرتي وشكل وشي بحس انه بيليق عليه البينكات اكتر حاجة واكتر من النود كمان. بس خدت بقى ايه اللوز باودر وبثبت بشرتي كده زي ما انتم شايفين. طبعا انا التكنيكس دي مختلفة عن اي تكنيكس قبل كده انا استخدمتها. طبعا كل فيديو لازم اقول عليه لازم اقول تكنيك كده انا انا اللي بعمله من نفسي. وطبعا اكيد محدش بيقول، يعني في ناس ما بتقولش التكنيك دي، وانا ما شفتش حد عامل التكنيكس اللي انا بقولها اصلا في الفيديوهات معاكم. يعني ما بشوفش حد بيعمل التكنيكس دي. يعني لما بقول كأني بدي كورس على طول. خدت الباف سبونج دي وعملتها من تحت عينيا وثبت بشرتي كلها زي ما انتوا شايفين كده. يا ريت تلاقي تفاعل يا جماعه ولايكات وبتاع، لان انا بتعب جدا في الفيديوهات وبحب افيدكم ومحدش بيفيدني باي حاجه. الاقي لايكات قليله او مشاهدات يعني اكتر من اللايكات، فحرام يعني انا بتعب جدا على فكره. المهم فهاخد اللون الاي شادو اللبني ده وعملته زي ايلاينر كده تخين زي ما انتوا شايفين، لسه هتشوفوا دلوقتي. خدت بقى ايه اللون البيج كده. ما تستعجلوش يا جماعه، ما تقولوش بقى ايه ده اللبني ده، ايه الايلاينر ده، مش عارفه ايه. ما تستعجلوش، هتشوفوا دلوقتي انا هعمل ايه. جبت بقى فرشه مبططه كده شويه وفيها شعر كتير، وعشان ادمج بيها الايلاينر الازرق اللي انا عملته ده، عشان يبقى طبعا ده هيبقى البيز بتاع العين ذات نفسه من بره. دي الحاجة اللي هتوضح العين. اصلا اللون اللبني ده لون كده ازرق على لبني، يعني غامق شوية ماشي، مش لبني ومش ازرق غامق، اللي هو يعني ما بين الاتنين، فاهمين؟ تركواز كده. فخدت ايه
درجة كونسيلر، نفس الكونسيلر اللي حطيته على عينيا كمان نضفت بيه كات كريس كده، عملت بيه كات كريس، مش كات كريس كامل بقى، هاف كات كريس تمام زي ما انتوا شايفين كده. وبعمل ايه عند المدمع كده، بنزل بيها بنضف تحت عند المدمع، وبعدين بقى ايه بدمج بصبعي، مش عايزه ادمج بسبونج لاني مش لاقيه الاسبونج الصغنونه اللي كانت عندي ومش لاقياها، والصراحه مش عايزه استخدم واحده تانية دلوقتي، او بكسل بصراحه، بكسل جدا. ف معلش اعذروني يعني، بكسل ان اقوم اجيبها يعني. المهم فاخدت درجة اي شادو اصفر كده وحطيتها على الكريز ديت اللي انا قطعتها. وطبعا درجة الاصفر دي احنا بنثبت ونثبت على الكريمي ده عشان تثبت يعني فاهمين، احنا مش حاطين لوس باودر، فانا عايزة كمان اللون الاصفر يكون واضح وصريح، مش عايزاه يكون بهتان، فلازم ان احنا منثبتش الكات كريز دي، الهاف كات كريز دي احنا بنثبتها باللون الاي شادو على طول. خدت جليتر بقى من الباليت دي لون سيلفر كده، قلت ايه اخفف من حدة الازرق والاصفر شوية مع بعض، وادى شكل لوك تاني خالص. خدت اللون الازرق بس كده فقط، ما حطيتش اي لون تاني، ولا دمجت الازرق باصفر ولا بيج ولا اي حاجة، حطيته كده بس لوحده بالشكل ده ومده لورا عشان يوصل مع اللون الازرق اللي احنا حطيناه في الاول. وبعدين هاخد الجليتر وهحطه عند العين السفلية كده، عند رموش قصدي السفلية زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هاخد اللون الازرق واحطه في نص العين كده، يدي ايه ضي كده ايه ازرق، فاهمين زي ما انتم شايفين كده بالظبط. انا مش عايزة ازرق اوفر، انا عايزة حاجة بسيطة بس عشان الازرق بيغمق اللوك، فانا مش عايزاه يبقى ازرق يعني فاهمين، عايزة سيلفر على ازرق هيدي شكل حلو طبعا. مرضتش احط فوق عينيا، حطيت عند ال الحتة اللي هي عند الرموش السفلية زي ما انتم شايفين كده. خدت مسكرة مايبلين عشان دايما بتسأل دايما عن المسكرة نوعها مايبلين. خدت هايلايتر، والهايلايتر هحطه فوق الهايلايتر اللي انا حطيته عشان اثبت واتبت عليه. طبعا انا بعد ما حطيت البلاشر والبلاشر الغامق على انه كونتور، وحطيت الهايلايتر فوق الفاونديشن فوق الكونسيلر الكريمي، كل ده بعد كده ثبت بلوز باودر على خفيف. بعد كده حطيت كل حاجة باودر من الاول، بس ما حطيتش بلاشر الصراحة المرة دي عشان انا ما كنتش عايزة بلاشر يكون واضح وصريح، انا عايزة يكون اللوك رقيق ولكن الشغل كله هيبقى في العين يكون غامق شوية. انا كنت عايزة الوش يكون رقيق عشان العين هتكون واضحة وصريحة. واعتمدت المرة دي ان انا احط روج على اللون بينك شوية كده. خدت الهايلايتر وهحطه فوق حواجبي وتحت حواجبي كده، يعني غرقت وش هايلايتر زي ما تقولي يعني، بيدي شكل كيوت وشكل حلو جدا، كمان في التصوير بيدي شكل حلو جدا. خدت اللون البني وعملت طبع الحسن بالشكل ده كده بالفرشة بطريقة عشوائية جدا. طبعا انا كنت مستعجلة عشان انا زهقت من التصوير، لان انا قاعدة بقالي ساعتين مثلا ولا حاجة بصور، وغير ان انا بقعد في الفيديوهات اشيل الزيادة في المونتاج واعمل واسوي واحط واعمل فويس اوفر والكلام ده بياخد معايا وقت. فياريت يا جماعه تقدروا تعبي وتعملوا لي لايك وسبسكرايب لو وصلتوا الحته دي بعد اذنكم، وتعملوا لي كومنت لو برايكم تحت، وتعملوا لي فولو انستا لو حابين. دايما بنوه ان حد يعمل لي فولو انستا، محدش بيعمل لي فولو انستا خالص، يعني ناس بسيطه جدا اللي بتعمل لي فولو انستا، وبلاقي ناس كمان بتشيل الفولو بتاعها مش عارفه ازاي. خدت الايلاينر، سبتلكوا فقره الايلاينر دي. الايلاينر ده من مية سما بس مش حلو يا جماعه، ومش مش غامق، اللون الاسود بتاعه مش قاتم تمام، ومش عايز يمشي على عين فيها ميك اب اصلا، مش عارفه معمول ليه اساسا يعني. حطيته وكاني بحط اي شادو اسود من البالت، من بالت اي شادو اسود يعني فاهمين، ولكن الاي شادو الاسود بيبقى احسن كمان ليه تغطيه عنه. حطيته قلت اسيبه عشان انتوا تتعلموا اللحظه بتاعه الايلاينر دي يعني بطريقه كامله يعني. حطيت بقى في طرف العين
كحل ابيض وجبت الكحل الازرق حطيته كده، بس مكنتش عارفه احط بقى قدام الكاميرا، فقفلت الكاميرا عشان ايه احط مع نفسي كده بمزاجي، عشان خاطر المرايه مكنتش شايفه حاجه، عشان ما كنتش مالكه بسبب المرايه ان هي صغننه وكده. بعدين خدت اي شادو ازرق وحطيته كده على الكحل الازرق وهحط رموش. بصوا بقى طبعا اللوك في الحقيقه احلى من التصوير بكتير، وبعد ما حطيت الرموش حسيت انه فرق شويه. بصوا يا جماعه طبعا ومع لينز ده هيبقى تحفه، لينز الزرقاء بقى لينز عسلي يبقى تحفه. بصوا بقى يا جماعه طبعا انا يعني عايزه اعمل تكنيك جديد كده في الروج، وهوريهولكم برضو عشان تبقوا معايا في كل حاجه، عشان مش بحب ابقى مش قدامكم. طبعا بصوا انا طبعا مش عارفه التانية راحت فين، اهي التانية اهي. بصوا هاخد بقى لون بني غامق شويه وهعمل كده، وهعمل كده في الروج. انا بقى مش بحط بحديه او بخليه محدد، لا انا عايزاه اعمله كده، انا عايزاه متموه كده. عايزه شفايفي نديها ايحاء ان هي معمول لها فيلر اصلا، فاهمين؟ شايفين كبرت زي شفايفي وبانت ان هي كبيره. لسه هنحط روج. هاخد الروج ده درجه كده يعني، هو ما يتسمى درجه ايه، درجته كانت مكتوبه مش عارفه، مش مكتوبه. عموما هي كان في ورقه هنا واتشالت. المهم فهو على فوشيا شويه كده، تمام؟ مش فوشيا، هو نوت بينك كده، متعرفوش لونه ايه، فاهمين؟ فانا هاخد نقطه كده بالظبط كده، هعمل كده. انا بقالي فتره ما بحبش احساس الشفايف، احساس الروج خالص في شفايفي، ف بحب احط حاجه بسيطه جدا وبدمجها تديني الشكل ده. هحط جلاس بقى، هشوفه وارجع لكم. ادي الجلاس. بصوا يا جماعه طبعا انا عايزه اقول لكم ان الفيديو ما بيبقاش تصويره زي الصور الشخصيه اللي هي بنطلع بيها اللوك في الاخر. طبعا لما انتوا بتشوفوا صوره مصغره بتبقى مختلفه تماما عن الميك اب اللي بيبقى في الفيديو. شويه ليه بقى؟ لان الصور يعني بتبقى اوضح شويه وبتدي الشكل الحقيقي للوك، ولكن الفيديو مش بيدي الشكل الحقيقي للوك. مش عارفه ده ازاي بيبهت الالوان شويه، بيخلي الالوان مش واضحه، فبالتالي الميك اب ارتست بيلجأوا ان هم يحطوا بلاجر اوفر شويه عشان يبان في الفيديو. بيحطوا حاجات يعني افوره شويه عشان تبان. بس يعني لما تلاقي واحده حاطه بلاشر اوفر ما تلموش عليها، حاطه هايلايتر اوفر ما تلموش عليها، لان كل ده بيبقى ظاهر لها في الصور او في الفيديوهات على انها مثلا ايه، كأنها مش حاطه حاجه، فلازم تزود، فاهمين؟ بس كده. وده كان الفاينل لوك، يا رب يكون عجبكم. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، تعملوا لي فولو انستا، وكمان فولو على التيك توك لو حابين. هبقى اكتب لكم كل حاجه، هكتب لكم اللينكات في الديسكريبشن بوكس، سواء تيك توك سواء انستجرام سواء فيسبوك. طبعا اللي عايزه تبعت لي اد، اللي عايز تعمل لي فولو، اللي عايز تعمل لي فولو انستا، فولو تيك توك، انا معاك. واشوفكم في فيديو جديد على خير، مع السلامه.